شكرا زكريا. مشاهدينا الأفاضل، من النشاطات السياحية إلى موضوع مهم جدا، التكافل والتآزر في المجتمع الجزائري خصوصا في هذا الشهر الفضيل، أين تنتشر موائد الرحمة وإطعام عابري السبيل خصوصا في الطرق السيارة، وهو من المواضيع المهمة جدا ومن المظاهر الجد إيجابية التي نشاهدها في طرقاتنا. زميلنا محمد بالقراي انتقل مع مجموعة من الشباب لإطعام جماعي عابري السبيل في على مستوى الطريق السريع بمفتاح. تفضل. تحضير مائدة الإفطار لعابري السبيل والمحتاجين هي من السيم النبيلة لأفراد المجتمع المدني، اعتادت عليها مختلف الجمعيات الخيرية في تنظيمها بشكل تلقائي خلال كل موسم رمضان. في إطار برنامج الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث، في إطار برنامج تضامن لشهر رمضان 2026، قامت الأكاديمية الجزائرية للشباب وإحياء التراث بتنظيم عدة نقاط إفطار على المستوى الوطني، أبرزها نقطة ولاية بليدة مفتاح هنا تحديدا بمنطقة البور، والتي هي نقطة يعني هامة جدا. كانت هنالك يعني عدة أيام من إعداد هذه النقاط الهامة التي من خلالها يعني نقدروا نقولوا نخرجوا من خلالها نقاط وجبات محمولة، والتي عددها تقديرا 200 وجبة، كذلك عدد وجبات على مستوى الطاولة 100 وجبة. كل هذه السواعد الشابة تتقاسم الأدوار فيما بينها لتوفر للصائم وجبة ساخنة بكل معايير الصحية اللازمة. مبادرة طيبة والسنة الحميدة اللي شهدنا لهم كل عام يعني يقوموا بها، يعني وليت تشهد إقبال كبير من المواطنين من تقديم وجبات للناس الموزين المحتاجين وكذلك إفطار الصائم. تفعيل هذا النوع من المبادرات يحتاج إلى يد المعاونة والمرافقة من طرف ممولي المشاريع الخيرية. عملية تمويل هذه يعني تم من خلال ناس خيري من طاقات الأكاديمية، من إطارات اللي احنا عددناها خلال الأكاديمية، يعني من أيادي الخير في الوطن وما زال الخير في مؤسسات الدولة أيضا، يعني بالتنسيق مع مؤسسات السلطات المحلية أو السلطات المجاورة للولايات الأخرى يكون هنالك دعم لهذه النقاط. نشاط هذه الأكاديمية موزع عبر العديد من ولايات الوطن، فكيف يكون التنسيق بين مختلف المكاتب والفروع؟ أهم نقاط تركز عليها خلال إنجاح هذه النقاط الهامة وهي لجنة النظافة والإشراف اللي تشرف على العملية حسن السيرة. عندنا تقارير دورية تقريبا وتفتيش من قبل رئاسة الأكاديمية نشرف عليها شخصيا بمعية الزملاء في الأكاديمية، المرافقة والمتابعة لحسن نجاح هذه العملية الهامة في إنجاح نقاط عابري السبيل. أثناء اقتراب وقت أذان المغرب لأصحاب المركبات على قارعة الطريق لهم نصيب هم كذلك. احنا هنا في الجزائر أكننا في وسط اخواتنا، نفس الأجواء المصرية في عندنا هي هنا في الأجواء الجزائرية، جميع الأجواء الجزائرية بسم الله ما شاء الله، نفس الأجواء ونفس الاحتفالات بشهر رمضان المبارك هيها، والجزائر فوق راسنا ومشرفين بهم كلهم. فرحة كبيرة تصنعها هذه المبادرات في توطيد العلاقات وتآزر بين أفراد المجتمع الجزائري. مبادرة رائعة جدا، وهي من المظاهر الرائعة التي تجمع العائلات الجزائرية. وكما دائما نقول انه في الجزائر ما كانش اللي يجوع وما كانش اللي يقعد وحده، بالعكس تماما، احنا دائما لحمة واحدة في هذا البلد الكبير القارة الجزائر. وبالحديث عن التلاحم والتآزر وبرامج رمضان سيكون لنا حديث عن البرنامج المسطر خلال هذا الشهر الفضيل من طرف بلدية بيت جراح مع ضيوفي في هذا الصباح. برحب بضيوفي في برنامج صباح الخير يا جزائر لنهار اليوم بالسيدة فريدة نصيرة